في برشلونة تتبدل الفصول وتتغير الوجوه، لكن الوجع حين يغادر أحدهم دون وداع يترك في القلوب شرخا لا يرمم. إنيغو مارتينيز رحل في هدوء غريب كأنه لم يكن، لا حفلة وداع، لا تصفيق من المدرجات، لا دمعة في عين كامب نو، فقط ورقة خروج وابتسامة باهتة من ناد كان يوما يقدس أسماءه. الجماهير لم تخف ألمها، فكيف لها؟ والمدافع الذي كان يقاتل في صمت يغادر في صمت. ذهب وتركهم، ترك قلوبا لم تنصفه وأعينا لم تودعه كما يليق. إذا كنت من عشاق الحقيقة التي لا تقال، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لأن ما بين السطور دائما هناك حكاية لا تعرفها. إنيغو إلى النصر السعودي بمبلغ لا يعكس قيمته ولا ينصف مشواره. برشلونة أغلق الباب خلفه بهدوء وكأن شيئا لم يحدث، لكن في قلوب الجماهير شيء ما انكسر. اليوم يدخل النادي موسمه الجديد بدفاع يملك الموهبة، لكنه يفتقر إلى العمق. أراوخو، كوندي، كريستنسن، غارسيا، كوبارسي، أسماء تطمئن لحظات وتقلق مواسم. برشلونة تغير، حتى الوداع لم يعد كما كان. فهل فعلا لا مكان للعاطفة أم أن التخلي أصبح عادة؟ وهنا السؤال الصادم، هل رحل لأنه لم يكن في الحسابات أم لأن النادي لم يعد يملك وقتا للقلوب؟ شاركنا رأيك، لأن الوداع الصامت أحيانا يكون أوجع من الرحيل نفسه.